الفيديو ده هحاول انقل لكم تجربة صغيرة جدا عن اسكندرية، وما كانش صد رد، وكان بالظبط يوم ونص. قضيناه في بحري، منطقة بحري عند المرسي ابو العباس تحديدا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وفي مفاجأة لكل الأطفال اللي فوق 30 سنة زي في قنبلة نوستالجيا هتفرقع في وشكم في آخر الفيديو. ما علينا بقى، يلا التجربة. أنا هنا حاولت أقرأ رواية كانت وحشة جدا، يعني ما علينا. بعد كده جوعنا من كتر العمق، فرحنا بقى جبنا ايه، كبدة اسكندراني ومخ بالزبدة. المخ بالزبدة هو اختراع جديد نسبيا، يعني حاطينه في شبه العيش بتاع البيديا التركي. بس يعني هو احنا جبناه من فراج ابو خالد. ما كانش وحش، بس ما كانش احسن حاجة، لان احنا كنا جوعنا بدري، فكانت الحاجة شبه متسخنة وبايتة. وجبنا كمان في نفس اليوم جبنا حواوشي اسكندراني. ده حواوشي اسكندراني من جزار هناك اسمه محمد حامد. ده حواوشي اسكندراني وش بيتزا. انتوا شايفين طبعا حجمه عامل ازاي، بس هو طعمه كمان حلو قوي، واللحمه نظيفه جدا. يعني اللحمه المفرومه ما فيهاش دهن وشغط وجلد والكلام الغريب اللي بنلاقيه في الحواوشي في القاهره. ده غير ان الجبنه كمان المحطوطه على الوش الكواليتي بتاعتها نظيفه قوي. والكراست طبعا العجينه حلوه قوي ومسكره، بس رفيعه جدا. كان وصل بصراحة، كان سخن مولع. جربنا اللحمة، كانش فيها بهارات كتير، بس كانوا حاطين فيها بقدونس. وجربنا كمان حواوشي ده سجق وبسطرمة. انا بصراحة اصلا مش من هواة السجق والبسطرمة، اني كنت خايفة من السجق، بس السجق كان حلو بلدي مش سوسيس، وكان طعمه محبش اكتر من اللحمة كمان. بس في التجربة حلوة قوي بصراحة. الحواوشي ده كان جامد جدا من محمد حامد. ما علينا بقى. المنظر برضو بالليل يعني يا جدعان مش معقولة، تحفة بالليل وبالنهار. بعد كده بقى جبنا شوية حلويات، بس ما كانتش افخم حاجة، فما حبيتش انقل لكم التجربة، يعني كده كده ما كانتش كويسة. بعد كده بقى تاني يوم صحينا الصبح بدري، زي ما انتم شايفين المنظر مؤلم مؤلم والله العظيم لأهل القاهرة. ما علينا، ربنا يهنيكوا يا اهل اسكندرية، ملناش دعوة. قلعة اهي والبحر اهو، مراكب وعادي جدا. رحنا بقى عند العم زغلول بتاع الفول. العم زغلول بتاع الفول بتخش كده شارع جانبي، تلاقي ترابيزات على يمينك وشمالك وكأنك في تركيا. بتدخل وبتطلب الاوردر بتاعك، بتاخد الريسيت، والويتر بيجيب لك الاوردر لغايه عندك جوه المحل على ترابيزتك. هنا بقى ده الصينيه الستاندرد العاديه بقى بتاعتهم. واحنا طلبنا طعميه محشيه كيري، دي كانت اكسترا. الصينيه نفسها فيها بطاطس وبتنجان مخلل وفول ومش، وايه تاني يا ربي، بطاطس، سلطه بطاطس مسلوق حلوة قوي، وكمان لفت مخلل وسلطة. هنا بقى طعمية الكيري دي زي ما انتم شايفين بتيجي مولعة. حلها الوحيد هو الفينو الاسكندراني، يعني اعملوا حسابكم انكم تجيبوا فينو قبل ما تروحوا كمان، لان طعمها في الفينو بيبقى غير بصراحة تحفة، كان لا يوصف. البطاطس دي كمان كانت حلوة بيتي كده، مش مليانة زيت، واللي هي بتاعت فارم فريتز اللي بقت بتتحرق سبحان الله. كانت حلوة قوي. انا بقى جربت كل حاجة، يعني جربت الفول مع اني ما بحبش الفول، بضحي عشان خاطر القناة اهو. الفول كان بارد، يعني هو منظره ايوه هو كان كده بارد، وبصراحة كان كله طحينة وتوم. ما حسيتش بطعم فول خالص. ده ما ضايقنيش لان انا مش بحب الفول اصلا، بس ممكن يضايق حد تاني بيحب الفول، يبقى طعم الفول واضح. فالفول بصراحة مش احسن حاجة، بس كل حاجة تانية تحفة بصراحة. يعني حتى المش دقته، لقيت طعمه سموكد كده، فيه حاجة مدخنة تقريبا، حاطين بابريكا مدخنة فيه. دقت بقى الطعمية بالبتنجان والسلطة، كانت فوق الروعة بشوية، مش معقولة بصراحة. وسلطة البطاطس المسلوق دي فظيعة فظيعة تحفة. البطاطس مش مهرية، مش مهروسة، يعني اللي هي مسلوقة مفيصة، وعليها خلطة بلدي كده، خضرة او بقدونس وتوم وخل. كان طعمها حلو قوي. حتى اللي نزلت لنا في الصينية التانية اللي هي بالمايونيز كانت برضو حلوة قوي، بس البلدي كانت حبها اكتر. حتى المخلل بتاع اللفت كان تحفة بصراحة. طعمه عامل زي المخلل البيتي، مش المخلل اللي هو اللي لونه
اللي لونه غامق ده اللي هو بتحطوا له لون صناعي فبيبقى طعمه ممرر. فكانت بصراحة تجربة حلوة جدا. ودي صورة بعد المذبحة، يعني خلصنا الصينية وكنا هناكل الصينية وراها. بعد كده بقى طلعنا على جليم باي. هو جليم باي لو هتروحوا مش هتأجروا مكان يعني تقعدوا فيه على البحر، ممكن تستمتعوا بمنظر البحر وكده، بس ما تعملوش حسابكم انك هتاخدوا تجربة اكل يعني في جليم باي، انتوا يا دوبك تشربوا حاجة. هنا بقى الكنز القومي لاسكندرية موكامبو. الحلواني ده ما حصلش. الموكامبو دي فظيعة اصلا، هي الشو باستري اللي بتبقى زي الاكلير، ميني اكلير كده، بايت سايز. جبنا منها الصندوق المشكل، بيبقى 3 فليفر اللي هو البلو بيري والشوكولاتة والفانيليا كاسترد. البلو بيري كان طعمه حلو قوي قوي قوي، مدي مزازة وموازن السكر، كان تحفة بصراحة. الشوكولات كانت اوحش حاجة، عارفة ان شكلها احسن حاجة طبعا علشان الشوكولات كراست اللي من فوق دي شكلها تحفة وطعمها كان حلو اللي هي من فوق، بس الحشوة مكانتش حلوة خالص. كانت كاسترد مخلوط بكاكاو مش نظيف، يعني كاكاو تحس طعمه، عارف بيبقى طعمه فيه تراب شوية. طبعا دي بطل الموضوع كله، دي اللي هي الفانيليا الكلاسيك. بس لازم الموكامبو اللي هتجيبوه تاكلوه صابح، يعني ما ينفعش تروحوا بيه القاهرة وبعدين تاكلوه، لانه بيشرب رطوبة وبيطرى، ما بيبقاش احسن حاجة. فاعملوا حسابكم انها تطلع من ثلاجة الموكامبو، حلواني موكامبو، على بقكم على طول عشان تستمتعوا بيه. هنا بقى هنيجي قنبلة النوستالجيا. جاهزين؟ كل طفل عدى 30 سنة هيفهم انا بتكلم في ايه. انا لقيت دنش فراجيلو. دنش فراجيلو بالنسبة للناس اللي زي يعني او في جيلي، هو كان السناك والفطار والغدا والعشاء في المصيف. كان احلى حاجة في الدنيا بصراحة، وانا اساسا من هواة الدنش، ولايصة في القاهرة حرفيا مفيش دنش حلو. فلما لقيته عند السوبر ماركت يعني جالي صدمة كده، كنت هعيط. والست استغربتني، قالت لي ده بينزل لي كل يوم مش عارف ايه. مش فاهمة هي مش فاهمة انا ايه مفتقدة في ايه يعني. بصوا اساسا حجم الدنشاية ومنظرها عامل ازاي، بصوا العجينة عاملة ازاي. هي معمولة بالدهن بالمارجن مش بالزبدة، بس هي حلوة بصراحة على انها حاجة جاهزة مغلفة. لا فظيعة فظيعة، واحسن من الدنش الغالي اللي بيتباع في القاهرة. بس هي المشكلة في حاجة بقى، يعني انا ضربت شوكة من النص كده على اساس ان اوريكوا الفيلينج بقى، واوعى الكاسترد اللي هيضرب في وشك، اوعى الكاسترد. حاسب الاناناس والكريزة مفيش، ما لقيتش حاجة. قلت ممكن يعني مقللينها شوية اكيد، يعني كل الخامات غليت. فقلت لاخويا افتح لنا بقى الدنشاية كده من النص، وحاسب ايدك والكاسترد وحاسب وشك والكاسترد. يلا، فين الكاسترد؟ مفيش كاسترد. فين الكاسترد؟ قال لي بصي الحته الصفراء اللي هناك دي، هي دي الكاسترد. قلت له لا ايه ده، دور كويس كده، ده كان بيبقى فيه كاسترد، والله كان بيبقى فيه كاسترد واناناس وكريزة. انا مش مجنونه انا فاكره كويس. بس هما دلوقتي بقوا بيدوكوا الدنشاية فاضيه وانتم ملوها. وقد كان على فكره، انا لميت اصلا مخزون الدنش اللي في اسكندريه كله، بقيت اجري زي المجانين على كل سوبر ماركت وكشك واخد مخزون الدنش فراجيلو اللي عندهم بصراحة، حطيته في الفريزر. وفعلا جبت كاسترد جاهز حتى، وبقيت احشيه وبسخنه في الميكرويف على ذوبان الجليد، بيبقى تحفة واحسن من اي واحد بتاع دنش في مصر في القاهرة بجد. يعني مش عارفة اقول ايه. رجاء الى مصنع فراجيلو والنبي اعملوا لنا خط انتاج في القاهرة. وبكده نكون خلصنا تجربتنا في اسكندرية. كانت تجربة قصيرة بس كانت ممتعة جدا. روحوا اسكندرية يا جماعة وبسطوا، الجو هناك تحفة اليومين دول والدنيا رايقة. خدوا جاكيت تقيل كده وبسطوا. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب ريفايد ريسيبي، وصفة متجربة. وكمان ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على الانستجرام والفيسبوك عشان تعرفوا كل جديد. واستنونا ان شاء الله في وصفات اللي جاية بقى، وصفات كده ايه للشتاء والدفا والسناكس اللي مش هتخنكم خالص. بس اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.